مرحبا بكم في قناة مطبخ لمسان. وصفة اليوم كانت تحت طلبكم وتوالم بزاف هذه المناسبة اللي حنا فيها اللي هي الناير. عملت لكم هاد الخبيزات الناير. اللي ما يعرفش اسمهم خبيزات الناير، هما نوع من لامونا ولا نوع من البغياش. تجي في وسطو هكذا حبة تاع ولا جداد، وتجي البنة ديالو بوحدها، ما تجيش كما لامونا ولا البغيوش. عنده البنة ديالو تشبه البنة تاع الكعك تاع تلمسان، ومن الريحة ديالو كي كانوا يطيبوا تقول راني نطيب في الكعك. والخفه ديالو ما عندي ما نقولكم، وعملتها لكم على شكل هكذا دبدوب على خاطر الوليدات الصغار يفرحوا بزاف بها. وعملت لكم حبه كبيره على شكل ورده، الشكل ديالها جا جميل جدا، وجات رطبه وخفيفه ما عندي ما نقولكم. شوفوا راني نفتح لكم حل حبه باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات عليكم وعلى القطن ولا على الصوف، سميوها كما تحبوا. شوفوا شحال خفيفه العجينه تاعهم وتجي رطبه. مو هذاك الشكل تاع الدبدوب انا اللي كبيره وشحال عجبني، جا شباب بزاف ماشي عاد الدراري الصغار. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو بسم الله على بركه الله. نحتاجو في العجينه تاعنا الى حبه تاع ولا جداد. اذا البايض نستعملوه في قلب العجينه، والصفار نخليوه على جانب باش ندهنوا به هاد الخبيزات. ما تنساوش البنات دائما غطيو على الصفار باش ما يعملناش هذيك القشره من الفوق. نزيدو كاس تاع السكر، سعة الكاس ديالي هي 250 مليلتر. ونزيدو عليه ملعقه صغيره تاع لافاني، وزوج ملاعق صغيره تاع حبه حلاوه تنباع البنات عند العشاب، وتنباع واجده ومطحونه. تحبوا تشريوها حبوا تطحنوها، تحبوا تشريوها واجده. نعملو زوج معالق، هذه المعلقه الاولى وهذه المعلقه الزوجه. وهذا هو المكون اللي يعطيهم البنه مميزه لهاد الخبيزات تاع الناير. تجي البنه ديالهم تشبه البنه تاع كعك تلمسان. ونجيبوا الفوي ونبداو نخلطوا. شوفوا البنات معايا هذاك اللون الخضر تاع حبه حلاوه في الاول يكون معنا فونسي، وحنا نبداو نخلطوه هو اللون ديالو يولي فاتح. بصح ما تخافوش البنات، مع التالي كامل العجينه ديالكم ما تجيش خضراء، غير ما تخافوش دوك تشوفوها بعينيكم. نعاود نمشي نزيد عليها نص كاس تاع الزيت. دائما نحاولوا ندخلوا لغايه هذاك الزيت في هذوك المكونات، وحنا نخلطوا هذاك السكر ديالنا يزيد يذوب اكثر واكثر. ونمشيو نزيدو كاس تاع الحليب دافي، نفس الكاس اللي عبرت لكم به في الاول السكر نكملوا به كامل المقادير. ونزيدو عليها ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، وكاس تاع الماء دافي. وفي هذه المرحله نمشي نخلطو مليح حتى نحسو بلي هذاك السكر وهذيك الخميره دابوا معانا غايه الغايه، ولا الخليط ديالنا متجانس. عاد نمشيو نضيفو الفارينه. والان نمشيو نضيفو الفارينه. زدت هنا الكاس الاول تاع الفارينه، عاود زدت الكاس الزوج تاع الفارينه، وهذا الكاس الثالث تاع الفارينه. ونمشيو نضيفو علبه تاع خميره الحلويات الوزن ديالها 10 غرام. وهنا انا جبت ملعقه من الخشب وحاولت ندخل الفارينه في هذاك الخليط ديالي غير باش ما نوسخش يديا من الاول. تحبوا تستعملوا يديكم من الاول استعملوا. وصبت الخليط ديالي عاده جاري. مشيت زدت الكاس الرابع تاع الفارينه، عاودت مشيت زدت الكاس الخامس تاع الفارينه، وحاولت ندخل الفارينه في الخليط ديالي. وكي نحس بلي الخليط ديالي صايره قريبه ينطب لي، مشيت نحي هذيك المعلقه تاع اللوح ودروا نستعمل يديا باش نحس غايه الغايه بالعجينه. وصبت هذيك هي الكميه تاع الفارينه، استعملت 5 كيسان تاع الفارينه بالضبط. شوفوا نتوما البنات، عملوا 4 كيسان تاع الفارينه. ولا يخصكم بداو تضيفوا هذاك الكاس الخامس غير بشويه باش هكذا ما تغلبكمش الفارينه. شوفوا القوام تاع العجينه خاصنا يكون طري غايه الغايه، يكون يلصق لنا في يدينا باش هكذا هاد الخبيزات يجيونا خفاف. مشيت نكرط مليح يديا هكذا بالظهر تاع المعلقه. كرت كامل هذاك العجين الزايد وكانت تدبيره. من بعد اللي نحيت كميه العجين الزياده، مشيت رشيت غير رشه خفيفه يديا بالفارينه، ونحاول نحي غايه الغايه هذاك العجين. هذه كانت تدبيره من الدار نعملها وراء الكواليس، واليوم حبيت نوريها لكم. انا ما نحبش نخلي والو العجين في يديا حتى اللي تولي يديا نقيه عاد نمشي نغسلها. كاين اللي يديها بها بالعجين تمشي تغسلها، حرام تضيعها.
نعاود نمشي نأكد معاكم البنات حل نقطة. كي تعملوا شويه الفرينه في يديكم غير غبروها، ما تكتروش بزاف الفرينه باش هكذا العجينه ديالنا ما تقصعش. عاود وقت الدبيره واحده اخرى كنت وريتها لكم حمراء، نمشي نمسح الليان ديالي في الجناب بشويه تاع الماء باش هاد الغشاء البلاستيكي يلصقني. نغلطي غايه الغايه هاد العجينه ونخليها تخمر. العجينه ديالي ريها تخمر، دروك نمشي نوجد صوالح الاخرين. مشيت عملت هنا، شوفوا معايا البنات، عملت غير 5 حبات تاع البيض، بصح انا عاود مشيت زدت الحبه السادسه، عملت 6 حبات تاع ولا جداد. عملتهم يغليو. خليو البيض ديالكم يغلي غير 2 دقائق وطفيو عليه، يكون عندكم نص طياب ماشي طايب 100%. دوك يكمل طيابو في قلب الفرن. رجعت العجينه وصبتها خمرت لي ما شاء الله. الخميره الاولى هذه نحيت لها داك الغشاء البلاستيكي، ودروك نحاول نخدم العجينه تاعنا. خاطر في الاول غير خلطت كامل الفرينه والمكونات، ما عجنتها ما والو، دهنت شويه يديا بالزيت ونحاول نحيل هذاك الهواء اللي فيها، ونحاول نطربها كما اللي نطرب السفنج هكذا. كي شغل نعملوا العمليه كما اللي نكوروها. بهذه الطريقه تولينا العجينه ديالنا ملساء وتولينا رطبه. شوفوا معايا البنات، مسحوا بقطعه العجين هكذا الجناب تاع اللين ديالكم، ما خصكم تخليو فيه والو باش حتى حاجه ما تضيع، وكل شيء يتخلط غايه الغايه حتى اللي توليكم العجينه ديالكم رطبه. تحبوا تخدموا هذه الطريقه غير هكذا في اللين كيفي، ولا تحبوا تخدموها فوق طاوله العمل، تفردوا العجينه ديالكم هكذا وتبداو تعجنوها غير دقيقه فوق طاوله العمل ولا 2 دقائق ماكسيموم، علاش توليكم العجينه ديالكم ملساء وشابه ورطبه وصاي. وتعاودوا تغطيو عليها مره ثانيه وتخليوها تخمر. ماذا بيكم هاد الخبيزات تخمروهم 2 مرات باش يجيكم خفاف بزاف بزاف كما اللي شفتوهم في الصوره النهائيه. عاود دهنت الليان ديالي بشويه تاع الماء باش نلصق غير داك البلاستيك اللي كنت عاملاته في الاول ما نضيعوش، ونخليها تخمر مره واحده اخرى. العجين ديالي راه يخمر، من جهه واحده اخرى مشيت نجيب الصواح اللي نزين بهم الدبدوب. رفدت كميه من الزبيب الاسود باش نعمل العينين تاع الدبدوب. هاد الكميه كانت كبيره، شطت لي بزاف، عملوا غير شي حبيبات 10 حبات ولا يأدوكم. وشوفوه اسود باش هكذا العينين ديالو يجيو شابين. ورفت كميه من الماء يغلي وكبيت على هاد الزبيب ديالي باش يطرالي وغطيت عليه. من جهه واحده اخرى جبت هكذا كميه تاع الشوكولا. شوفوا الشوكولا اللي ياكلوها الدراري الصغار، ما تشوفوش هذيك الشوكولا تاع الكلاصاج ولا ماشي بنينه واصحى بزاف بزاف. شوفوا الشوكولا ديالكم تكون شويه طريه تاع الماكله. مشيت مقصها الى قطع صغيره باش نحشيو هذاك الدبدوب ويفرحوا بهم الدراري الصغار. عاود جبت كميه من حلوه الحلقوم حتى هي حبيت نحشي بها هذوك الكويرات تاع الدبدوب. شفت الالوان عرفت لهم هكذا غوص خضر، وهنا راكم عارفين الدراري يحبوا بزاف الالوان، وكي ياكلوا هكذا ديك مره يديدات مره ودينات مره رجيلات يصيبوا فيهم هذوك القطع تاع الحلوى اللي يحبوهم بزاف. رجعت العجينه ديالي وصبتها خمرت ليها ما شاء الله. شوفوا الدموع تخليو هذا العجينه ديالكم تخمر، الدموع هذا الخبيزات ديالكم يجوكم خفاف. وشوفوا العجينه ديالي راها معمره بواوا، نحي هذاك الهواء اللي فيها ودرا نمشي نقصها الى اجزاء. في الاول كامل قصصتها على حبه كبيره اللي حبيت نعملها لكم على شكل ورده، والاخرين عملتهم على 6 اجزاء. ساعه الكرات 6 اجزاء جاتني بزاف. عاود بدلت رايي وعملتهم 5 اجزاء باش خدمت 5 تاع الحبات تاع الدبدوب، باش هكذا الحجم ديالهم ما يجيش صغير بزاف بزاف. هاودي كورت العجينه ديالي 5 تاع الحبات دبدوب صغار. انا وزنت كل كره تاع الدبدوب 270 غرام. عملت 5 تاع الحبات تاع الدبدوب، واللي شطت لي خليتها كره كبيره باش خدمت بها الورده. مشيت نبدا بالشكل تاع الورده هي الاول. جبت المول اللي يمشي معايا الفرن ودهنته غايه الغايه بقطعه من مارغرين باش ما تلصقليش هاد الخبيزه فيه. عاود جبت الكره اللي نخدم بها ورده، وحاولت نكورها غايه الغايه حتى لي ولا الوجه ديالها املس. غطيت على الكره ديالي وخليتها شويه ترتاح باش تعاوني في الخدمه. رجعت الكرة العجين خليتها تريح غير 2 دقائق، ما تخليوهاش تخمر البنات، باش كي هكذا نطبقوها تعاوننا في الخدمه. وحاولت هكذا نبسطها، ما ترقوها بزاف بزاف حتى ما تصيبوا فيها ما تاكلوا، ما تخليوها عاود غليظه بزاف. حاولت هكذا نعطيها الشكل دائري، ودرا نمشيو نشكلو الورده. رفت هكذا خدمي ونبداو نشكلو. شوفوا البنات نقصوا هكذا بالخدمي
بصح ما توصلوش حتى الوسط. تبعوا معايا غاية الغاية. هو ما سرعت لكم فيديو ما والو. عملت خط هكذا وعاود قابلتها شغل نقسموها على النصف بصح ما نوصلوش حتى الوسط. نعاود نمشيو نقصوها على 4. شوفوا البنات كي تقصوا خاصكم تقصوها غاية الغاية حتى لتحت. هاودي نقصها عاود درو على 4. نعاود نمشي نقص هاد الخبيزة ديالي على 8 بصح الوسط ما نوصلولوش. وجاتنا الخبيزة ديالنا مقسومة على 8 كما اللي نقصو البيتزا. ودروا نفدو هكذا كل جزء ونحاولوا نجمعوا هكذا بين الجناب ديالو كي شغل نقرصوهم نجمعوهم باش تشكلنا هكذا لافاي تاع الوردة. بهذه الطريقة كل جزء نجمعوهم ونضغطوا غاية الغاية. خاصنا نقرصوها غاية الغاية العجينة باش تلصق لنا ويجينا الشكل ديالها شباب وجميل. وهاي ديريها شكلت معانا وردة ودوك كي تزيد تخمر وطيب تجي شابة كتر وكتر. عاود رفت هذيك حبيبة تاع ولاجدات وعملتها في الوسط ونغطي على هاد الوردة ديالي ونخليها تخمر. ودروع رجعت للعجينة الاخرى وقسمتها الى اجزاء باش نخدمو بها الدب. شوفوا رفدت كرة كبيرة وزنتها على 160 غرام هذه نخدمو بها الجسم. عاود كرة واحدة اخرى صغيرة عليها اللي نخدمو بها الراس الوزن ديالها 30 غرام. عاود 4 تاع الكويرات شويه صغر منهم. كل وزن تاع كل كره 15 غرام هادو نخدمو بهم اليدين والرجلين. عاود كرات شويه صغر منهم ونخدمو بهم الودنين الوزن تاعهم 8 غرام. وعاود كره غير صغيره والى 2 غرام ولا هكذا كره غير صغيره كامل باش خدمت بها النيف. باش هكذا المجموع ديالهم جاني 270 غرام. قلت لكم في الاول الدب ديالنا الوزن ديالو 270 غرام. انا ما وريت لكمش كي كنت نوزن باش ما نزيدش نطول عليكم الفيديو. ودرا نفوتوا لطريقه تشكيل الدب. كي نشكلوا الدب خاصنا مباشره نشكلوا الدب ديالنا فوق الصينيه يكون فيها ورق الطهي. رفت الكره الكبيره كامل تاع الجسم وحاولت نبسطها وحطيت فيها قطع تاع الحلقومه. عملت واحده خضراء واحده حمراء وحاولت نجمع غاية الغاية العجين ديالي ونقرصه هكذا من التحت. نضغط عليه جيدا ونحاول نكور على شكل كرة. هذه كرة تاع الجسم تاع الدب ونحطها مباشرة فوق الصينية. نعاود نجيب الكرة اللي شوية صغر منها الكرة خاصة تاع الرأس. اذا الكرة تاع الراس اللي الوزن ديالها 30 غرام حتى هي نفتحها نبسطها هكذا غير بيديا وتحيط في قلبها قطعه تاع الشوكولاته ونحاول نجمع غايه الغايه الجناب باش ما تخرجليش الشوكولا كي يطيب لي. ونحاول نكورها ونشكل كره ونحطها فوق الجسم. عاود مشيت جبت الكرات الصغار هذوك اللي الوزن ديالهم 15 غرام تاع الاطراف راني نعمرهم حتى هما بالشوكولا باش نشكلوا اليديدات والرجيلات تاع الدب. كل قطعه تاع 15 غرام ولا كل كره راني نعمرها بشويه تاع الشوكولا باش يفرحوا بها الدراري كي يجيو ياكلوهم. وشوفوا الدبل ديالي بدا يبان الشكل ديالو ونحاولوا نسقدوهم غايه الغايه. نضغطوا غير شويه على الجسم والراس وراني نعمل هذيك الكره تاع الانف هذيك الصغيره كامل حطيتها في الانف. وبقاو لي الودينات اللي الوزن ديالهم 8 غرام عملت لهم قطعه صغيره تاع الحلقومه. هذيك الحلقومه زدت قصتها على 2 وشكلت لهم هكذا الودينات. عاود جبت هكذا حبه تاع ولاجدات. شوفوا ولاجدات ديالكم الحبه تكون صغيره ورقدوها في الورده عملنا ولاجدات واقفه بصح في الدب هكذا رقدوها. وشوفوا حبه تاع ولاجدات تكون صغيره وهذا هو الشكل تاع الدب ديالنا. وباش نشكلوا العينين رفدت الحبه تاع الزبيب وقصصتها على 2 حتى الحبه تاع الزبيب كانت عندي كبيره وعملت العينين غير بنص حبه تاع الزبيب. وباش نشكلوا الفم نفدو هكذا المقص ونعملوا هكذا فتحه بالمقص في بلاصه تاع الفم. وهكذا الدوب ديالي كملناه من التشكيل بنفس الطريقه. نكمل التشكيل تاع الحبات الاخرين تاع الدوب ونغطي عليهم ونخليهم يخمروا. وهنا صاي هاد الخبيزات كلشي راهم خامرين. صينيه عملت فيها 2 تاع الحبات تاع الدب وصينيه عملت فيها 3 حبات تاع الدب. وحتى هذيك الورده شوفوا كيفاش خمرت. قديت على الفرن ديالي يسخن لي مليح مليح على 200 درجه مئويه. ودرا نفوتوا التزيين تاع الدب باش ندخلهم يطيبوا. رجعت لهذاك صفار تاع الحبات البيض زدت له كميه من الحليب نحاولوا نخلطوها غايه الغايه باش ندهنوا الوجه تاع هاد الخبيزات. وكي نكونوا ندهنوهم غير برفق باش ما نهبطولهمش ديك الخميره اللي فيهم. ما تنساو حتى بلاصه لا الوجه لا الودنين لا اليدين كلشي دهنوه. ونفوتوا باش نزينوه بحشويه تاع الحلوى الوان.
البنات هذه حلوة ماشي شيكولا، على خاطر الشيكولا تذوب في الفرن. بصح حاولوا تضغطوا عليهم شويه بزياده باش كي يطيبوا لكم في الفرن ما يبقاوش غير يزلقوا لكم. انا وهما نتفخوا هاد الذوب في الفرن وهما يزلقوا، وانا نعاود نرجعهم في بلاصتهم. عاود رشيت البطن تاع داك الذوب بشويه فيرميسال. راكم عارفين الاطفال هذا ما يحبوا غير الالوان والحلوى. ومره في الزمانين اللي عملنا لهم خاطرهم وفرحناهم ما فيها والو. في الحق انا ولادي ما بقى لهم صلاح في هاد الخبيزات وهاد الدب، كبروا على هاد الشيء. بصح عندنا وليدات وبنيتات في لافامي وكذلك الجيران نعطيهم لهم كهديه يفرحوا بهم. بنفس الطريقه نزين كامل الخبيزات ديالي وندخلهم يطيبوا لي من التحت. كي نشوفهم طابوا لي من التحت نعاود نحمرهم من الفوق. وكي يطيبونا مباشرة نحيهم من الصينية ونعنهم فوق الشباك باش ما يعرقوناش من التحت ونخليهم يبردوا. ودابا نمشيو نزينوا الشكل تاع الوردة. شوفوا الوردة ديالي كيفاش خمرت، ريها ما شاء الله. نحاول حتى هي ندهنها هكذا من الفوق بهذاك الخليط تاع صفار البيض وهذاك الحليب غير برفق حذاري تنحيو لها الخميره ونزينوها. انا زينتها جهه فيرميسيل وجهه سكر عادي. وهنا التزيين اختيار، تحبوا تعملوا جلجله، تحبوا تخليوها غير هكذا، لكم الاختيار. تحبوا تعملوا لوز او كم ما تحبوا. كلمسة أخيرة من بعد الخبيزات ديالي طابو، حبيت باش هذيك البيضة ديالي تولي تبريي، مشيت عملت لها شوية تاع بغيون اليمونتير اللي نستعملوه في الحلويات، عملته باللون دوغي هكذا يعطينا اللمعة لهذيك البيضة. وهذه الخطوة اختيارية. وهذه هي الوصفة اللي اختاريتها لكم نهار اليوم. ملي بديت نخدم هاد الخبيزات تاع الناير تفكرت يامات تاع زمان ويامات اللي كنا نخدموا فيهم الكعك، العجينة والريحة ديالهم تاع ريحة الكعك ما عندي ما نقول لكم. فكرتني بزمان بزمان. وما الوصفة تاع الكعك ربي راه عاد ما طلعش صراحة. شوفوا معايا دوك الخبيزات شحال جاو شابين. شوفوا هذاك الشكل تاع الذوب شحال جا شباب شحال جا شباب، شحال يفرحوا به الاطفال. وهذيك اللمعة تاع الحبة تاع البيض شوفوا كيفاش جات شابه. وما هذيك الحبه تاع البيض في هذيك الورده كي جيت نقلب هذيك الورده نحيها من المول، عملت طبسيه هكذا من الفوق باش نقلبها حتى كرفست كامل هذيك الحبه تاع ولا جداد. بصح هكذاك وجا الشكل ديالها شباب، جات طريه وجات خفيفه. جات نقولك بهذه الوصفه عجينه رطبه رطبه وخفيفه. جربوها البنات والبنه ما نحكي لكمش. هذيك بنه حبه حلاوه تزيد فيهم النص، وهي باش نفرقوا بينها وبين بغيوش. هذه خبيزات الناير ماشي بغيوش وماشي لامونه. شوفوا معايا داك الشكل تاع الذوب شحال جا شباب شحال جا شباب. تقول راه يضحك معاكم. هي في سعود البنات نوضوا فرحوا وليداتكم اللي عندها شي وليدات صغار. وضوء نفوت باش نأصلكم باش نشوفوهم كيفاش جاو من الداخل. جاو خفاف خفاف ورطب ما ينشبعوش. من الريحه ما عندي ما نقولكم، ريحه تشنيف. شوفوا معايا كيفاش جاو من الداخل، ما جاو خضر بحبة حلاوة ما والو. هاو ديروكم تشوفوها بعينيكم. جاو عليكم وعلى القطن خفاف خفاف ريشة. وصلنا الى نهاية الفيديو تاع نهار اليوم. ما تنساونيش البنات بحبكم بتعليقاتكم بدعمكم. ربي يفرحكم دنيا واخره. ونشكر كل وحده اللي ريها تتبعني وتعطيني شويه من وقتها وتفرجني وتدعمني. الله يعطيها الصحه وربي يفرحكم ويجازيكم كل خير. ونشوفكم فيديو اخر باذن الله.